بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنكمل مع بعض الوصفات الشتوية. هنعمل مع بعض المفتقة. ممكن يكون الجيل الجديد مش عارف ايه هي المفتقة. المفتقة دي طريقة جدتي وجدتك، وصفة تحفة، تمنع الأنيميا، تدي طاقة، تدفي في الشتاء، في منتهى الجمال. بس لو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا سبسكرايب، لايك، شير عشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد ممكن. وبشكركم جدا 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 على كومنتاتكم اللي بتكتبوها لي. ربنا ما يحرمنيش منكم أبدا. ويلا بينا عشان أقولك اتعملت ازاي. يلا بينا. نبدأ بسم الله. أول حاجة في وصفة المفتقة إني لازم حلة ألمونيا. ما تقوليليش جرانيت، ما تقوليليش سيراميك، ما تقوليليش تيفال. لا 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 لا، لازم حلة ألمونيا. اتصرفي، استلفي، اشتري حلة، المهم يكون حلة ألمونيا عشان درجة الحرارة. كانوا زمان بيعملوها في الحلل النحاس، دلوقتي ما فيش نحاس. بديل النحاس دلوقتي الألمونيا، علشان بتاخد تقليب كتير، فعلشان حلتك ما تبص والطبقات بتاعتها ما تطلعش في الأكل تبوظه، فعايزين حلة ألمونيا. ونبدأ كده مع بعض. مقادير بسيطة جدا وسهلة جدا وفي متناول إيدينا. أهم حاجة وبطل القصة معايا هي الكوباية دي. المقادير دي على قد 2 كيلو عسل، والكوباية دي هي بطلة القصة معايا. الكوباية دي بجيبها من عند العطار. بتقولي للعطار أنا عايزة تحويجة مفتقة على قد العسل اللي هتعملي 2 كيلو، هتعملي كيلو، هتعملي 10 كيلو، هتقولي له أنا عايزة تحويجة مفتقة على قد كمية كذا من العسل. هو بيبقى عارف يحوجها ازاي ويديها لك بنسب معينة. وده سوداني وزيت ودقيق وسمسم. تمن سوداني، تمن سمسم، كوباية دقيق، كوباية زيت، والتحويجة من العطار زي ما قلت لك. بس أهم حاجة تدوقي السوداني ما يبقاش طعمه مخزز عشان ما يبوظلكيش الوصفة. ادي هنشغل البوتاجاز اهو. العين هتبقى عالية زي ما انت شايفة كده، انا بوريك ان العين عالية. وادي الحلة الألمونيا معايا، هنزل فيها بكوباية الزيت. الزيت هنا لازم يسخن كويس جدا جدا جدا. ليه؟ علشان ما يشربش الدقيق لما انزل عليه بالدقيق. فانا عايزه الزيت يسخن قوي عشان لما احط الدقيق ما يشربوش. هنزل كده بكوبايه الدقيق. واحنا شغالين كده يا جماعه ما ننساش الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. طول ما احنا شغالين كده في اي حاجه في البيت نذكر الله، هتبص تلاقي الحاجه طالعه معاكي سهله ومش هتتعبي من حاجه. هقلب كده الدقيق حلو قوي. انا مش عايزاه يغمق، انا بس عايزاه ياخد كده تقليبه في الزيت عشان ما يبقاش ني معايا. هنزل بعد كده بتمن السوداني. انت عايزه تزودي السوداني، عايزه تزودي سمسم، ده براحتك، ما فيهوش مشكله. بس انا بالنسبه لي الكميه دي كويسه قوي على 2 كيلو عسل. بس طبعا انت حابه السوداني اكتر، حابه سمسم اكتر، ده براحتك. وبعد كده هنزل بتمن السمسم، اشوحهم كده مع بعض كويس. انا مش عايزاهم يغمق، انا بس بديهم تشويحه كده في الزيت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ايدي في الحلة ما سيبهاش. الوصفة دي ما ينفعش اسيب التقليب اطلاقا. تكوني ما وراكيش حاجة وواقفة بس للوصفة دي انك تقلبي كده. انا نزلت اهون بتحويجة المغات اللي جايباها من عند العطار. انا التحويجة دي ممكن اقول لك المكونات بتاعتها ايه، بس على ايه العطار هيكونها لك بوصفات ثابتة عنده، هو بيبقى عارفها بيعملها لك. هي حلبة مطحونة على مغات على كركم، تحويجة معينة كده العطار بيعملها.
بنسب هو بيبقى عارفها. فانت قولي له انا عايزه كميه التحويج على قد كميه كذا من العسل. هنا بقى هنزل بالعسل بتاعي اهو، وبرضو ايدي مش هتسيب التقليب، اهم حاجه التقليب، عشان كده انا بقول لك حله ألمونيا، اهم حاجه ايدي ما تسيبش التقليب. بالظبط كده. وهنزل دلوقتي بالكيلو التاني، وبرضو ايدي بتقلب. لو انت سبتي التقليب ما قلبتيش، كانوا زمان يقولوا عليها المفتقة بتقعر. يعني ايه بتقعر؟ يعني بتلزق في قعر الحلة وتتلسع. طبعا في الحالة دي بتغير طعمها، عشان كده ايدينا نبقى فيها باستمرار. وكانوا زمان كمان، بس يا ريت الاقيها دلوقتي انا ما بلاقيهاش، كنا بنحط كمان معلقة صمغ طبيعي، الصمغ اللي هو الطبيعي، كنا بنحط عليه معلقة صمغ، بندوبه كده في مية وبنحطه عليه. وكان في حاجة تانية كمان مش عارفة، مش فاكرة اسمها حاجة بالشين كده، كنا بنسيحها في الزيت ونحطها فوق وش المفتقة، كانت بتخلي الزيت بتاعها أخضر، بس ده دلوقتي مش موجود بصراحة، ما لقيتوش عند العطار. بس لو عملتيها بالمقادير دي حلوة جدا جدا جدا، ومش هتفرقيها خالص عن أي مفتقة. كده أنا بفضل أقلب أهو لما يوصل معايا للغليان ده أطفي عليه. بعد ما غلي كده ما سيبوش يغلي كتير، خلاص أطفي عليه. هو دلوقتي خفيف قدامك عشان لسه سخن، أما يبرد بصي بيبقى إزاي، أما بيبرد بيتقل كده. لو أنت عايزاه أخف من كده قللي الدقيق شوية. أنا بحبه بالقوام ده عشان بنعمله سندوتشات، عشان لما يتعمل سندوتشات ما ينزلش من العيش، سواء فينو سواء عيش بلدي، ما يبقاش بيسقط من العيش، عشان كده بحبه تقيل كده يبقى زي المربى. كانوا زمان بيقولوا عليها مربة الغلابة، دلوقتي ما بقتش مربة الغلابة. دلوقتي العسل بقى غالي وكل حاجة بقت غالية. طبعا في برطمان نظيف ما يكونش فيه مية ولا أي حاجة بنحطه. أنا وريتك كده الحلة اهي وهي فاضية، عشان تعرفي إن ما فيهاش حاجة لازقة في قعر الحلة ولا حاجة ملسوعة ولا أي حاجة. بصي نجاح المفتقة في كده، إنك إيدك في التقليب باستمرار عشان ما تلزقش حاجة في قعر الحلة. وأنا كده أهو عبيتهم في البرطمانات اهي، ال2 كيلو عسل طلعوا لي البرطمانين دول، برطمانين مفتقة بالظبط كده. ايه رأيك بقى؟ المفتقة دي حلوة جدا 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 للأنيميا، حلوة جدا جدا لولادك، يدوهم طاقة. لو ساندويتش كده هو قبل ما ينزلوا الصبح للمدارس هيديهم طاقة، مش هيحسوا بالسقعة، مش هيحسوا بالكسل والوخم خالص. واعمليها وجربيها ومش هتندمي، واكتبي لي في الكومنتات طلعت ازاي، واكيد من ايدك هتبقى احلى. وبشكركم تاني على كومنتاتكم، بتسعدني جدا جدا جدا، ربنا يخليكم ليا، بتفرحني والله كومنتاتكم قوي وكلامكم الجميل بيسعدني جدا. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا، ويديمكم يا رب نعمة في حياتي. وزي ما قلت لك سبسكرايب لايك شير، وجربيها واكتبي لي في الكومنتات هتبقى ازاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.